ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا تلاقيك انت مخلص الجوله واحد من اتنين، يا هتكون مبسوط جدا بالنقط اللي جبتها وكابتنة بالمر، او تكون زي حالاتي ومتخزق ومعرفتش تجيب اي نقط. ولكن عزيزي المشاهد، اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني، وحرفيا احنا في الفتره دي من الموسم في عنق الزجاج. لا مش عنق الزجاجه، الزجاجه كلها في حالها. الجوله اللي هيكون فيها اكبر دبل في الموسم ده. وطبعا يا عيني انت ممكن تكون واحد ما معكش اي خواص تفعلها الجوله دي، وممكن يكون من سعدك وبختك وهناك يكون معاك الفري هيت عشان تفعلها الجوله دي. ولكن تاكد عزيزي المشاهد ان في كلتا الحالتين انت متخزوق. صحيح انت هيكون عندك لعيبه عندها دبل الجوله ديت، واحد زي محمد صلاح من فرقه ليفربول، وواحد زي ساكا من فرقه ارسنال، وطبعا ايزي طبعا من كريستال بالاس، وواحد زي كونيا مهاجم فرقه وولفرهامبتون. ولكن الاكيد عزيزي المشاهد ان انت عندك لعيبه تانية عندها سنجل جيم ويك، ولكن ممكن بمنتهى البساطه تخزوقك. واحد زي العتي هالاند ب 24,000 حصان، او حتى زميله في نفس الفرقه فودن اللي مكسر الدنيا الموسم ده. مش بس دول، كمان مهاجم فرقه نيوكاسل ايزاك اللي مكسر الدنيا الفتره الاخيره، والمهاجم الانجليزي اللي بيحلم بالحذاء الذهبي الموسم ده وهو اولي واتكنز. وكل ده كوم والداهيه كول بالمر لاعب فرقه تشيلسي اللي لسه جايب الجوله اللي فاتت سوبر هاتريك. طبعا بقى انت لما بتشوف كل الحاجات دي بتحصل قدامك تبقى قاعد محتار قدام تشكيلتك، ما انتش عارف تعمل فيها ايه. عايز تعرف هتعمل ايه؟ هقول، بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره. يلا بينا. واهلا وسهلا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس البريمير ليج، وحلقه الاستعدادات للجوله ال 34 اكبر جوله دبل الموسم ده. الجوله اللي هتقدمك في المراكز وتنطرك في الترتيب، او الجوله اللي هتدمر ترتيبك وترجعك في المراكز. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنتكلم عن دردشه خفيفه كده متعمقه الى حد ما في ابرز الافكار اللي ممكن استخدمها في تطبيقها لتفعيل الفري هيت. لو معايا الفري هيت طبعا انا ما معيش الفري هيت، ولكن لو كان معايا الفري هيت وحضرتك ممكن يكون معاك الفري هيت، ايه ابرز الافكار وابرز اللعيبه اللي ممكن تجيبها معاك في التشكيله بتاعتك؟ يا ترى هل ترى تعمل تشكيله فري هيت صايعه، ولا تعمل تشكيله فري هيت صايعه جدا، ولا تخليك جنب الحيط وتعمل تشكيله فري هيت تمبلت، او تمشي جوه الحيط وتعمل تشكيله فري هيت سوبر تمبلت؟ وطبعا بقى اكيد وانا بقول لك الكلام ده لازم احذرك من 5 لعيبه مهمه تعمل حسابها في الجوله دي ان هي ممكن تخزوقك. ولكن يا معلم قبل ما اتكلم وقبل ما اقول اي حاجه، طالما الفيديو ده وصلك ما تنساش تعمل دعم ليه بقى واشترك معايا في القناه. لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زرار مرتين مكتوب على سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات برضه تدوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. واقول لك وش يا باشا المتين بتاعك اللي انتم مقصرين معايا فيه، خش ادوني اللايك التمام والشير التمام عشان ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر وتوصل لاكبر عدد متابعين. طب كده على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. خش اشترك معانا ملاكم في الاكونتات عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. الدوري بتاعنا دوري قوي تقطيع وليس للضعفاء، لو قلبك رهيف ما بتستحملش اي خوازيق ما تشتركش معانا. كود ولينك الاشتراك موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو. خش اشترك معانا، ولو فاتتك الفرصه الاولى عندك الفرصه الثانيه تبقى تعوض فيها ويبقى قابلني لو عرفت تعمل اي حاجه. كود ولينك الاشتراك بتاع الفرصه الثانيه السكند شانس دوري الفرصه الثانيه موجود برده في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو. وطبعا اللعبه الجديده تحدي الفانتزي قال يعني هتعرف تعمل فيها اي حاجه، برده كود لينك اشتراك بتاع الدوري ده بتاع البرنامج في اللعبه الجديده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو. خش اشترك معانا ووريني نفسك. طبعا في البدايه احنا لازم نبقى عارفين ايه الفرق اللي هيكون عندها دبل الجوله دي. ان شاء الله وبعون الله هيكون عندنا 7 فرق عندهم دبل الجوله دي. اولهم فرقه ليفربول اللي هتلعب ماتشين بره ارضهم. الماتش الاولاني هيكون ماتش الميرسيسايد ديربي الميرسيسايد اللي هيكون ما بين ليفربول وفرقه ايفرتون، والماتش الثاني هيكون عندهم فرقه فولهام وفرقه ارسنال اللي هيكون برضو عندها مواجهتين مش هيكونوا سهلين. ماتش طبعا ديربي لندني قدام فرقه تشيلسي، والماتش الثاني هيكون قدام فرقه وولفرهامبتون. وفرقه ايفرتون هتكون المواجهه الاولى بتاعتها الطرف الثاني في ديربي الميرسيسايد قدام فرقه ليفربول، والماتش الثاني برضو هيكون على ارضها قدام نوتنغهام فورست. وفرقه وولفرهامبتون الذئاب مع جاري اونيل هيكون عندها مواجهتين يعتبروا برضو مش سهلين. الماتش الاولاني هيكون قدام فرقه بورموث، والماتش الثاني هيكون قدام ارسنال. وفرقه كريستال بالاس اللي بتقدم عظمه الفتره الاخيره مع مدربها الجديد عندها ماتشين على ارضها ووسط جماهيرها. الماتش الاولاني هيكون مع ويست هام، والماتش الثاني هيكون قدام نيوكاسل. وفرقه شيفيلد يونايتد اللي هتهبط بصوره رسميه الموسم ده للتشامبيونشيب عندها مواجهتين من العيار الثقيل، واحده قدام المنافس المباشر ليها في منطقه الهبوط قدام فرقه بيرلي، والثانيه قدام الفريق الجريح مانشستر يونايتد. وفرقه بورموث مع راولا اللي طبعا جايين تقضيه واجب الجوله ديت اللي هيقابلوا فيها فرقه استون فيلا وفرقه وولفرهامبتون. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان الحلقه دي تعتبر حلقه نصايح على حلقه تشكيله فري هيت، على تشكيلات فري هيت مقترحه، على افضل لعيبه عوانينا عليها تحت الرادار. كل الكلام ده
يكون مضروب كله في حلقه واحده النهارده. وطبعا بقى انت لو معاك الفري هيت وعايز تفعلها الجوله ديت، انت عندك سؤال مهم انت لازم تجاوب عليه، هو انت هتلعب الجوله دي بطريقه ايه؟ 3-5-2 ولا 3-4-3؟ خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان من رايي المتواضع انا شايف ان افضل تشكيله ممكن تجيب لي اكتر عدد من النقط هي تشكيله 3-5-2. اولا لان احنا عندنا لعيبه كتير على مستوى خط الوسط، لعيبه متميزه ومش عارفين نجيب مين ولا مين. ثانيا اكيد نقاطهم بالنسبه لنا اكتر من النقط اللي ممكن يجيبوها المهاجمين. ثالثا انا ما عنديش مهاجمين عادلين، كل المهاجمين اللي عندي الجوله دي في اللي عندهم دبل طبعا كلهم مهاجمين عره. يعني انت بتتكلم على واحد مثلا زي كونيا، واحد زي ماتيتا، واحد زي نونيز، سولانكي، جابريال خيسوس من ارسنال. وطبعا مع المهاجمين العظام دولت اكيد هبقى محتار العب مين ولا مين. لكن انت بقى بتتكلم على مستوى خط الوسط، انت عندك بقى واحد زي محمد صلاح، لويس دياز، ساكا، بتتكلم على هافرز، ايزي، اوليسي. حتى ليه لا ممكن تفكر مثلا في واحد زي دياز مثلا من فرقه شيفيلد يونايتد. المانع تتهفف عقلك في واحد زي سرابي او واحد زي هوانج؟ لا فعلا عندك لعيبه كتير على مستوى خط الوسط كلها لعيبه مغريه عايز تجيبها معاك في التشكيله. مش كده وبس، لا انت كمان عندك اغلب لعيبه خط الوسط اللي هتلعب دبل الجوله دي اغلبهم معاهم ضربات الجزاء. عشان كده انا شايف من وجهه نظري ان افضل تشكيله هي 3-5-2. طبعا انا عشان اوفر عليك المجهود بدل ما تروح وتيجي وتتفرج على فيديوهات وتسمع كلام وما انتش عارف وتحتار وتروح وتيجي، خليني اقول لك ان ابرز الاسماء اللي بيتكلموا عنها اللي المفروض تكون موجوده في تشكيله الفري هيت هتكون كالاتي. انت بتتكلم في حراسه المرمى عندك هندرسون، بيكفورد. اما بقى على مستوى الدفاع انت بتتكلم على واحد مثلا زي فان دايك من دفاع فرقه ليفربول، ايت نوري من دفاع فرقه وولفرهامبتون، جابرييل او صليبه من دفاع فرقه ارسنال. انت مثلا بتتكلم على مونيز مثلا مدافع فرقه كريستال بالاس، سينسي مثلا مدافع فرقه بورموس. على مستوى خط الوسط بتتكلم مثلا واحد زي محمد صلاح ولويس دياز، ساكا، هافرز، ايزي. وفي الهجوم ماتيتا وكونيا وسولانكي. يعني انا بحب اقصر عليك المسافات عشان ما تروحش وتيجي وتتفرج على فيديوهات كتير. طبعا دي تعتبر بالنسبه لك الفري هيت التمبلت، ولكن بقى انت لو فاكر ان دي هي التمبلت، لا في تشكيله هي سوبر تمبلت. وغالبا ممكن اللي يفكر في تشكيله زي ديت الناس مثلا اللي هم في التوب 10000، مع ان طبعا لو مركزي كان في التوب 10000 او حتى 50000 ما كنتش هقرر ان انا افعل الفري هيت الجوله دي. يعني كنت ممكن اخدها هيتايه اللي هي في الجوله الاخيره من الموسم، ماتشات مفتوحه، الموضوع بقى فيه اهداف كتير، خلاص بقى معايا تسريبات لكل التشكيلات. ولكن بقى انت لو عايز تشكيله سوبر تمبلت اللي هي بقى مالكش دعوه بقى مهما تفعل الفري هيت مفيش حد هيخزوقك. انت طبعا بتتكلم تقريبا في حراسه المرمى هم مفيش غيرهم طبعا هندرسون وبيكفورد. وفي الدفاع انت بتتكلم على جابرييل وصليبه وايت نوري، فان دايك ومونوز طبعا مدافع فرقه كريستال بالاس. اما بقى على مستوى خط الوسط بتتكلم على صلاح، ساكا، بالمر، فودن، ايزي. وفي الهجوم هيكون عندك هالاند وسولانكي وايزاك. دي بقى ايه سوبر تمبلت بقى انت واخد بالك اللي هي فيها لعيبه من الدبل، لعيبه بقى من السنجل، الاثنين برضو ممكن يعملوا. يعني مثلا بتكلم على واحد زي بالمر ده مرزق على طول كل جوله لازم يجي له ضربه جزاء. صحيح انت بتتكلم على ماتش صعب قدام ارسنال، ماتش ديربي، ولكن طبعا انت عندك معرض ان ارسنال مثلا يخسر طبعا من بايرن ميونخ. لسه الحلقه دي تتصور قبل الماتش بتاعهم، يتهزموا بقى يرجعوا معنوياتهم سلبيه ولسه خسرانين من استون فيلا وخسروا الصداره، يجوا معميين مش شايفين قدامهم ونلاقي كل بالمر بيعمل حاجه. وحتى واحد زي فودن الراجل برضو اللي مقدم عظمه الفتره الاخيره ونقدر نقول هو السوبر ستار بتاع السيتي الموسم ده. عندهم ماتش يعتبر سهل قدام فرقه برايتون، ده الماتش اللي هيضمنوا بيه على صداره الترتيب. اكيد واحد زي جوارديولا هينزل بكل اسلحته الماتش ده. يعني انت عارف دفاع فرقه برايتون مش عظيمه، ده ما عرفتش تغلب فرقه بيرلي، ما بالك بقى قدام السيتي هيعملوا ايه؟ خصوصا زي ما بقول لك الماتش ده هو الماتش اللي هيضمنوا عليه على صداره الترتيب. وانت سيد اللي عارفين السيتي لما بيركب على الدوري خلاص ما بينزلش. طبعا فودن نسبه ملكيته مش قليله، واكيد اللي هيفعلوا الفري هيت برده مش عددهم كبير قوي. نفس الكلام بتكلم على واحد مثلا زي هالاند، برده الراجل بقى خلاص دخل في منافسه على صداره الهدافين مع بالمر، اكيد بقى الراجل ممكن يشد من حيله. يعني دي بقى ممكن تنرفزه تحفزه تلاقيه يتعدل ويبدا بقى يشوط عدل ويجيب اجوان. لان خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان اكتر لعيب ضيع فرص محققه الموسم ده هو هالاند. طبعا نسبه ملكيته مش قليله حاجه و70%. حتى ايزاك برده من فرقه نيوكاسل بيلعبوا فيها فرقه كريستال بالاس، وهم طبعا نيوكاسل بره ملعبهم غير جوه ملعبهم، لكن برده الراجل مرزق بصراحه والفتره الاخيره مقدم اداء عظيم. يعني انا ممكن بقى اقول سولانكي برده نسبه ملكيته كبيره عنده دبل ممكن يأذيك، بس برده واحد برده عندنا تاني مهاجم تاني برده لازم تحطه معاك في الحسبان، واحد زي واتكنز الراجل بيلعب على ارضه وسط جماهيره. وطبعا في المقابله بتاعته اللي كان عاملها اللقاء الصحفي بعد الماتش بتاع ارسنال لما سالوه يعني قالوا له ايه احلامك احساسك ايه والكلام ده كله، قال له انا نفسي اخد الحذاء الذهبي الموسم ده. طبعا بيلعب على ارضه وسط جماهيره قدام فرقه بورموس اللي هي دفاعيا مش عظيمه، وطبعا الراجل ده سفاح على الارض. نسبه ملكيته زي ما قلت لك ما هيش قليله، ومش نسبه الناس الكتير اللي هتفعل فري هيت الجوله دي هتبقى كتير. مش معنى ان انا يكون معايا الفري هيت ان انا لازم لما افعل الفري هيت اجيب ال11 اللي معايا يكون كلهم بيلعبوا دبل. انا معرض فعلا يبقى عندي لعيبه عندها سنجل جيم ويك تجيب نقط اكتر من لعيبه عندي عندها دبل. لكن بقى انا اللي ممكن يفكر في التمبلت او السوبر تمبلت الناس اللي هي متقدمه في المراكز قوي، طبعا ربنا يبارك لهم ويسهل لهم، يعني كل فما هو فوق ال100,000 وانت طالع. ولكن انت بقى لو ترتيبك ما بين المليون وما بين ال200,000 ممكن تفكر في فري هيت صايعه شويه. يعني مثلا يكون عندك على مستوى حراسه المرمى واحد زي خوسيسا طبعا حارس مرمى فرقه وولفرهامبتون، وطبعا نيتو حارس مرمى فرقه بورموس، يعني عندهم ماتشين على ارضهم ووسط جماهيرهم برضه
برضو يعتبر ماتشين ممكن سا يطلع في واحده مثلا كلين شيت والتاني يعمل فيها تصديات كتير وتخلي نتو يبقى هو اللي على الدكه. وطبعا يجي عندك في خط الدفاع واحد زي ترينت الكسندر ارنولد. صحيح الراجل لسه راجع من اصابه، وطبعا يعني واضح كده برضو ان لسه رجله الحساسيه بتاعت الماتشات لسه برضو ما خدش في الملعب كده وقته برضو، ولكن انا بتكلم على واحد معاه هيكون معاه الضربات الثابته والسيت بيسز والركنيات، وطبعا رجله حلوه وكويسه، بيلاعب فرق الى حد ما بتعاني على مستوى الضربات الثابته. انا شايفها من الصياعه بدل ما اروح افكر في فان دايك افكر في واحد زي ترينت الكسندر ارنولد، وخصوصا ان براد اتصاب الجوله اللي فاتت. بيقولوا اصابته مش قويه، ولكن على الاقل ضامن ان ارنولد ممكن يلعب الماتشين. مش ضامنه قوي، هو كلوب طبعا بيخرف الفتره الاخيره، ولكن ضامنه بنسبه كبيره. برضه بقى على مستوى خط الدفاع من الصياعه بدل ما افكر في واحد زي جابرييل او واحد زي الصليب واقعد استنى بقى اي ضربه بقى ثابته بقى تخش يحطها بالدماغ ولا الكلام ده، لا انا افكر في واحد زي طبعا بن وايت، راجل على مستوى صناعه الاهداف الفتره الاخيره متالق، ويعني نقدر نقول ثابت مكانه او ضامن مكانه كاساسي في التشكيله الاساسيه، وبرضه راجل بيتبدل بدري الى حد ما، بيطلع فبياخد الكلين شيت لو ضاع بعد كده، وطبعا ما يعني في شويه بونص برضه بيروحوا له حلوين. نفس الكلام برضه لايت نوري مدافع فرقه وولفرهامبتون بيزيد وعنده ادوار هجوميه، ممكن تتراجع الادوار دي شويه مع وجود هوانج خلاص ورجوعه من الاصابه، لكن برضه لحد ما ممكن تكون بعض الماتشات متقفله زي ماتش ارسنال مثلا، ممكن تلاقي واحد زي ايت نوري جوه ال 18 بتجيله الكوره بيحطها جوه. نفس الفكره برضه بالنسبه لمايكو لينكو مدافع فرقه ايفرتون، راجل برضه اللي بيزيد وليه زيادات هجوميه، وبرضه شفنا له برضه بعض المساهمات على الجون، فايه المانع ان انت تخطفه ريسكاب ديفرنشال معاك وصل الماتشين على ارضه وسط جماهيره. وعشان بقى الصياعه تكمل وتجيب معاك مدافع برضه ممكن يخطف لك حاجه ويفرق معاك في الترتيب والرانك بتاعك، ممكن تفكر في واحد زي ميتشل مدافع فرقه كريستال بالاس. تقول لي لا يعني مش مونوز المدافع الجديد اللي جايبينه؟ هو تقريبا مونوز تقريبا ليه زيادات هجوميه اكتر من ميتشل، ولكن عزيزي المشاهد انت سواء جبت مونوز او جبت ميتشل انت في واحد من الاثنين هيخدمك في ماتش من الاثنين. يعني انت مثلا لو بتتكلم على مونوز ممكن يخدمك في الماتش بتاع ويست هام، وميتشل يخدمك في الماتش الثاني، لان مونوز هيلعب في الجنب الاضعف عند ويست هام، وميتشل هيلعب عند الجنب الاضعف عند نيوكاسل. فغالبا عزيزي المشاهد انت لو جبت واحد من الاثنين فانت في ماتش هيخدمك والماتش الثاني ممكن يعني يعدي لك كده. اما بقى على مستوى خط الوسط بتتكلم على ثلاثه اساسيين كده مش هيتغيروا معاك في اي تشكيله من التشكيلات، هو محمد صلاح وساكا وايزي. الفكره بقى هتكون في الاثنين التانيين، ممكن مثلا في التشكيله الصايعه ديت تجيب مثلا واحد زي دياز، لان شيفيلد يونايتد عندها ماتش يعتبر سهل قدام فرقه بيلي، هيبقى ماتش صحيح هم منافسه مباشره ما بين اثنين بينافسوا على الهبوط، ولكن فرقه بيلي يعني مش عظيمه، ودياز بصراحه الفتره الاخيره مقدم عظمه. الماتش الثاني عندهم المعمين على عينيهم مانشستر يونايتد، وطبعا دفاعيا مش محتاجه، وعندهم ماجواير مبالا اللي بيقع. واللعيب الخامس على مستوى خط الوسط واحد زي اوديجارد، الراجل اللي معاها السيت بيسز والضربات الثابته. وطبعا عشان الصياعه تكتمل هتضطر تاخد معاك واحد زي نونيز مهاجم فرقه ليفربول، وكونيا طبعا مهاجم فرقه وولفرهامبتون، وسولانكي مهاجم فرقه بورنموث. اما انت بقى لو بتتكلم على تشكيله سوبر صايعه بقى، اللي هي بص بقى ايه سوبر ده بقى اللي انا بفضلها بصراحه، اللي هي بقى التشكيله اللي هي هتكون مثلا انت بره المليون، بره المليون ونص، بره ال 2 مليون، وعايز تاخد خطفه كده، او حتى 300 400 الف 500 الف، عايز تضرب ضربه كده تتقدم فيها في مراكز كتير، فممكن التشكيله دي السوبر صايعه برده ممكن تعمل معاك شغل كويس. اكيد طبعا في حراسه المرمى مش هبعد عن بيكفورد وهندرسون، على الدفاع ممكن نروح واحد زي روبرتسون او واحد زي ارنولد على حسب الفلوس اللي معايا، لان طبعا الاثنين غالبا هيكونوا على الضربات الثابته، وطبعا في ركنيات والكلام ده بيخمسوا مع بعض فيها. الاثنين بالنسبه لي مش مضمونين، ممكن واحد يلعب ماتش والنص الثاني ياخد فيه شويه دقايق، ولكن الاثنين دول على الاقل ممكن يجي من وراهم حاجه، خصوصا روبرتسون طبعا الفتره الاخيره مستواه في تحسن بصراحه. وطبعا ممكن برضو نحط في الدفاع معانا واحد زي بين وايت، وشرحت لك ليه الاسباب اللي انا افكر فيها في بين وايت. ممكن برضو افكر في واحد زي ريجيليون مدافع فرقه برينفورد اللي راح يقابل فيها فرقه لوتين تاون، اللي برضو على مستوى الكرات الثابته والكرات العرضيه وفي الضربات الثابته والكلام ده كله عندها مشكله فيه. المانع ان انا يكون برضو معايا في تشكيلتي من الناحيه الثانيه واحد زي الف دوتي، راجل بيلعب على ارضه وسط جماهيره، برضو دفاعيا برينفورد مش عظيمه. الف دوتي بصراحه الموسم ده ما يتوصاش في المساهمات الهجوميه والاندفاع الهجومي بتاعه. وطبعا اخيرا وليس اخيرا على مستوى الدفاع اللي احنا كلنا بنفكر فيه والمهم يا رب يلعب ويلحق واحد زي ايت نوري. اما بقى الصياعه كلها موجوده في خط الوسط، انت بتتكلم على واحد زي محمد صلاح واتفقنا عليه، بتتكلم على واحد زي ايزي طبعا من كريستال بالاس واتفقنا عليه، لكن بقى يا سلام لو حطيت معاهم بقى واحد زي برونو فرنانديز اللي هيقابل على ارضه وسط جماهيره شيفيلد يونايتد، وطبعا عنده ماتشات كويسه جدا الفتره اللي جايه. وبرده ممكن افكر في واحد زي مبويمو اللي هيلاعب فرقه لوتين تاون اللي هي دفاعيا مش عظيمه، وراجل طبعا اكيد بمهاراته وسرعاته ممكن يعمل حاجه. الخامس بتاعي على مستوى خط الوسط يكون اوليسيه. يا ساتر يا رب، يا بوب وانا هجيب الاثنين بتوع كريستال بالاس ايزي واوليسيه؟ ما هي دي الصياعه يا عزيزي المشاهد، خلينا نبقى صايعين شويه. طبعا للاسف الثنائي ده ما لعبش كتير قوي الموسم ده مع بعض، ولكن الاثنين دول لما هيتالقوا وبيلعبوا على ارضهم وسط جماهيرهم معاهم ماتيتا برضو المستوى عالي الفتره الاخيره، لا
انت بقيت معرض ان ممكن تلاقي اوليسيه بيعمل وايزي بيعمل. انت عايز الحق بقى عزيزي المشاهد، انا حاسس ان اوليسيه ممكن يعمل الجوله ديت اكتر من ايزي. اولا هو بيلعب في الجنبين، اضعف جنبين عند نيوكاسل ويست هام. ثانيا اعتقد طبعا التركيز كله هيكون متوجه ناحيه ماتيتا، ناحيه ايزي. ساعتها بقى مين اللي هياخد راحته؟ اوليسيه. يعني ماتش مثلا زي بتاع ويست هام ممكن الاقي ايزي يعمل لي حاجه، والماتش الثاني بتاع نيوكاسل الاقي واحد زي اوليسيه بيعمل لي حاجه، وساعتها الاثنين اكون مضمن عليهم. في خط الهجوم هيكون معايا ثلاثي الهجوم، كونيا مهاجم فرقه وولفرهامبتون، ماتيتا مهاجم فرقه كريستال بالاس، وواتكنز مهاجم فرقه استون فيلا. هتقول لي واتكنز، ما انا لسه قايل لك الراجل هيلعب على الارض ووسط جماهيره قدام فرقه بورموث الدفاعين تعبانه، والراجل لسه قايل في اللقاء الصحفي بعد ماتش ارسنال بيحلم انه يكون صاحب الحذاء الذهبي الموسم ده. والفرق ايه ما بينه وبين صداره الهدافين؟ جون. عادي جدا تلاقيه بيحط الجون ده الجوله دي. يعني انت لو حبيت تخلي التشكيله دي اصيع واصيع، انت ممكن مثلا بدل مبويمو تروح تجيب مثلا واحد زي جوتا من فرقه ليفربول. تقول لي جوتا اشمعنى جوتا؟ يعني معرفش، انا عندي قناعه ان الواد نونيز، طبعا احنا هنشوف لسه في الماتش بتاعهم في قدام اتلانتا هيبقى مين الاساسي فيهم، ولكن غالبا كده انا حاسس ان نونيز اتقفل كلوب منه. الواد جوتا برده فرصته حلوه ورجله حلوه وجات له فرص كويسه قدام كريستال بس طبعا الراجل مفتقد لحساسيه المباراه ولسه راجع، ضيع كام فرصه قدام الجون، والراجل ده قبل ما يتصاب ما كانش بيجلي. واكيد على راي كلوب اللي دايما بيقولوا عايز فريش ليجز وعايز يرجع اكيد للمنافسه على صداره الترتيب والدوري تاني. فيهمه ان يشوف واحد بيعرف يسجل وبيعرف ياخد الكوره في ال 18 ويعرف يسجل منها بدل اللحوه اللي اسمه نونيز. الراجل ضيعه قدام اتلانتا وضيعه قدام مانشستر يونايتد وضيعه قدام كريستال بالاس. يقول له لا كفايه عليا يا حبيب قلبي، اركن بقى وخد بوسه كده واركن على جنب. ولو في نصيحه انا عايز اقولها للناس اللي هتفعل فري هيت الجوله ديت، انا ليا عندكم نصيحتين. 5 لعيبه خلي بالك منهم عشان ممكن تخزوقك، و5 لعيبه لازم تكون في تشكيلتك عشان اكيد هتخزوقك. 5 لعيبه طبعا لو انت بتفعل الفري هيت اكيد مش هتجيبهم معاك في التشكيله بتاعتك وممكن يعملوا حاجه ويخزوقوه، واحد زي واتكنز وايزاك وفودن وبالمر وهالاند. 5 لعيبه دول عندهم سنجل جيم ويك ولكن ماتشاتهم سهله، ممكن يجيبوا فيها دبل ديجيت عادي جدا مرتاحين. زي ما قلت لك نسبه الناس اللي معهاش فري هيت اكبر من نسبه الناس اللي معاها فري هيت. وطبعا حضراتكم عارفين كل الدبلات والبلانكات اللي عدت علينا الموسم ده ظروفها كانت عامله ازاي، ناس كتير اتخزوقت فيها، فنحن كنا السابقون وانتم اللاحقون. اما بقى لو انت بتفعل فري هيت ففي 5 لعيبه لازم يكونوا معاك في تشكيلتك وش، لان غالبا كل الناس اللي بتفعل فري هيت هتكون معاها ال5 لعيبه دول في تشكيلتها. وطبعا انت لو ما انتش حاططهم معاك ولو عملوا حاجه هتتخزوق، وهم محمد صلاح ولويس دياز وساكا وايزي وارنولد من دفاع فرقه ليفربول. غالبا بنسبه كبيره عزيزي المشاهد ال5 دول هيكونوا الاكثر امتلاكا او الاكثر اشتراكا في اي تشكيله فري هيت ممكن تقابلها. بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك وافيدك ببعض الافكار وبعض التشكيلات المقترحه للفري هيت وبعض المعلومات واخر الاخبار وايه اللعيبه اللي تخلي بالك منها وايه اللعيبه اللي لازم تكون معاك في تشكيلتك. كل الكلام ده اتكلمنا فيه. اتمنى ان شاء الله تكون جوله سعيده علينا كلنا، سواء كنا بنفعل الفري هيت او ما بنفعلش الفري هيت، لان حتى الناس اللي معهاش الفري هيت عندها فرصه كويسه جدا برضو تتقدم في المراكز والترتيب حتى لو مش مفعله الفري هيت، لان غالبا الناس اللي هتفعل الفري هيت لا هيكون معاها فودن ولا هيكون معاها هالاند ولا هيكون معاها بالمر ولا هيكون معاها ايزاك ولا هيكون معاها واتكنز، وغالبا الناس ديت ممكن تعمل حاجه زيها زي اللعيبه بتاعت الدبل. فمش عايزك تقلق بقى عزيزي المشاهد، ولا ايه طبعا انت معكش الفري هيت يا عيني تجري وتعمل ماينصات كتيره وتحاول تبقى زيك زي الناس اللي هتفعل الفري هيت والكلام ده. لا اتقل كده وكلمه، انت ممكن اللعيبه اللي عندها سنجل جيم ويك الجوله ديت تنفعك اكتر من اللعيبه اللي عندها دبل، تنفع الناس اللي جابوها في الفري هيت. فتقل عزيزي المشاهد، اتقل وحاول تمسك نفسك وعادي، ما انت اتخزوقت كتير جاي تعيط دلوقتي يعني خلاص خايف من خزوقه الجوله دي. خزوقه يا عم وانت ساكت، خزوقه كده وانت راجل كده واقف شادد نفسك كده ولا يهمك. ان شاء الله ما هي جوله تعدي على خير، جوله تفوت ولا حد يموت، وهنشوف نقعد بقى نتفرج ونشوف حظ الناس الفري هيترز اللي هيفعلوا الفري هيت ديت هيكونوا احسن من الناس اللي فعلوا الفري هيت الجولات اللي فاتت، ولا اللي فعلوا الجولات اللي فاتت حظهم هيكون احسن. وانتظروني ان شاء الله الحلقه الجايه حلقه توقعاتنا. طبعا ما فيش حلقه نصايح، احنا طبعا احنا اتكلمنا في كل حاجه على الفري هيت واللعيبه واللعيبه المتوقع تالقها ولازم تكون معانا في تشكيلتنا، واتكلمنا في كل حاجه ونصايح وكذا، ما عادش في حلقه نصايح. نقدر نقول بقى ان الحلقه اللي جايه عندنا هي الحلقه اللي هتكون بتاعه التوقعات، وان شاء الله هحاول على قد ما اقدر تكون بعد الصلاه ان شاء الله باذن الله. اتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وان شاء الله تكون جوله سعيده نشوف فيها اسهم خضراء كتيره باذن الله، وارجوكم دايما خليكم معايا.